ازيكم عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هقول لكم ازاي لو عندك طبق فول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ترجعوا لاصله تاني وتاكلوه بالف هنا وشفا على قلوبكم. اول حاجه يا جماعه بجيب معلقه وانزل اللي على الحراف واظبط كده شكل الطبق الاول. طبعا يا جماعه ناس كتيره جدا منا بترميه لما يوصل بالشكل ده، هو جابس بس مش اكتر. عايز بقى تظبط كده بالميه، ننزل بقى سنه ميه سنه ميه كده لحد ما يبتدي يفك خالص ونوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وبالذات يا جماعة لما يكون فول انت عاملاه في بيتك اصلا وضمناه 100% ما ينفعش يترمي. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف طريقة عمل الفول المدمس بطريقة سهلة جدا وكمان لذيذة جدا جدا. بعد ما فكيته كده كويس جدا بالمية ابتدي بقى انزل عليه شوية زيت وشوية كمون وشوية فلفل اسود وشوية ملح، وكمان هحط عليه شوية شطة لو انت عايزاه بقى مشطشط كده وجميل. هحطه بقى على النار، وبعد كده هرجع احط عليه معلقة طحينة. طبعا يا جماعة الطحينة اللي بتتحط على الفول لازم تكون خام. وبكده يا جماعة طبق الفول جاهز معانا بألف هنا وشفا على قلوبكم. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ لو أول مرة تشوف قناتي انزلوا اشتركوا فيها وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم إشعارات بالحاجات اللي بنزلها، واستنونا إن شاء الله في فيديوهات كتيرة جدا. باي باي.